بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم احمد المصري من قناة وموقع سؤال جبل المعلومات والسيارات. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن حل مشكلة هتقابلها لو انت شغال مثلا في الاي تي. لو عندك مثلا نظام تشغيل زي ويندوز سيرفر 2016 ويندوز سيرفر 2012 او نزل نظام تشغيل جديد زي ويندوز 11 او ويندوز 10 والحاجات دي كلها، فعايز تختبر فيتشر معين او تختبر مثلا حاجة معينة جوه النظام عن طريق فيرتشوال ماشين ورك ستيشن. ولكن في بعض الناس بتيجي تنزل البرنامج ده بيظهر لهم مشكلة كده أو رسالة بتبقى زي رسالة خطأ كده بتقول لهم إن بيئة العمل الافتراضية دي مش هتشتغل على النظام بتاعك، لأن أنت عندك تقنيتين أو عندك تقنية خاصة بالموضوع ده متوقفة على البايوس بتاعك. أول تقنية فيهم واللي هي تقنية الVTX. الVTX دي عبارة عن تقنية محاكاة افتراضية بيتم تطويرها بواسطة شركة انتل، ودي متوفرة على جميع معالجات انتل الحديثة بما فيها معالجات كور وبنتيام وسيلرون. والVTX دي بتسمح لجهاز الكمبيوتر انه يعمل انشاء لبيئات افتراضيه بشكل منفصل، وكل بيئه فيهم ليها نظام تشغيل وذاكره واجهزه افتراضيه خاصه بيها، وده طبعا بيساعد المستخدمين ان هم يشغلوا انظمه تشغيل متعدده في وقت واحد زي ويندوز ولينكس وماك او اس وهكذا. التقنيه الثانيه بقى واللي هي VTD، ودي تقنيه محاكاه برضه افتراضيه بس تم تطويرها بواسطه شركه AMD، ودي طبعا متوفره في جميع معالجات AMD الحديثه بما فيها معالجات رايزن واسيلون وسيمبرون. وطبعا تقنيه VTD بتشبه لحد كبير جدا لتقنيه VTX اللي هي من انتل، يعني VTD تابعة ل AMD و VTX تابعة لشركة انتل. لكن VTD بتوفر بعض الميزات الإضافية واللي من أهمها إنها بتدعم أجهزة افتراضية قوتها أكبر. لكن طبعا الجهاز اللي معانا النهاردة متوفر عليه معالج من شركة انتل، فإحنا هيكون التعامل بتاعنا مع تقنية VTX. تعالى دلوقتي مثلا نجرب فيرتشوال ماشين نفتحه كده علشان نشوف الرسالة وشكلها بالظبط. طبعا زي ما أنت شايف أنا منزل هنا نظام على الفيرتشوال ماشين واللي هو ويندوز سيرفر 2016. هفتح كده المكنة اللي أنا كريتها أو الآلة او الجهاز اللي انا كريته هنا على الفيرتشوال ماشين واعمل باور اون علشان اقوم السيرفر اللي معايا النهارده ونشوف الرساله اللي هتظهر. زي ما انت شايف كده ظهر لي هنا الرساله اللي هي بتقول لك ان انتل VTX متوقفه من خلال اعدادات البايوس. زي ما انت شايف كده انتل VTX متوقفه هنا ديسيبل داخل اعدادات البايوس. فكل اللي انا مطلوب مني دلوقتي ان انا ادخل افعلها عن طريق اعدادات البايوس، وده اللي هنعرفه دلوقتي. طبعا بعض الاجهزه بتدخل لاعدادات البايوس عن طريق الضغط على F10 من الكيبورد زي ما انت شايف كده، وبعض الاجهزه بتضغط على مفتاح ديل او ديليت، وبعض الاجهزه بتضغط على F2. لكن الجهاز اللي معايا النهارده هنضغط على F10. فكل اللي هعمله دلوقتي ان انا هقفل معايا طبعا الفيرتشوال ماشين وهعمل ريستارت او اعاده تشغيل للجهاز زي ما انت شايف، وهدخل على اعدادات البايوس من خلال الضغط على F10 بشكل متكرر والجهاز بيقوم زي ما انت شايف. زي ما انت شايف بفضل اضغط كده لحد ما يدخل معايا الاعدادات البايوس بنفس الشكل اللي حضرتك شايفه كده بالظبط. طبعا فتح معايا هنا اعدادات البايوس. كل اللي مطلوب مني دلوقتي ان انا ادخل على ادفانسد وبعد كده سيستم اوبشن اللي هو الخيار ده، وبعد كده هتلاقي عندك هنا الخيارين اللي انا اتكلمت فيهم. اول واحده التكنولوجي VTX، وده اللي انا فعاله لان الجهاز معايا شغال بمعالج انتل. لو الجهاز بتاعك شغال بمعالج AMD هتفعل الخيار الثاني التكنولوجي فور دايركتد VTD. انا هشغل هنا التكنولوجي VTX زي ما انت شايف. بعد كده اضغط على مين وبعد كده هعمل حفظ التغييرات وخروج من الخيار الاخير ده، وبعد كده هقول له يس. استنى الجهاز يقوم وبعد كده هفتح VMware او اللي هو فيرتشوال ماشين ورك ستيشن ونشوف الرساله اختفت ولا لا. زي ما انت شايف الجهاز فتح معايا. هفتح دلوقتي VMware او الفيرتشوال ماشين ورك ستيشن ونشوف الرساله اختفت ولا لا. دلوقتي البرنامج فتح معانا خلاص. هنعمل هنا باور اون. زي ما حضرتك شايف الرسالة اختفت والجهاز قام معايا بدون أي مشكلة، وهيجيب لي دلوقتي شاشة التثبيت لويندوز سيرفر 2016 أو أي نظام تشغيل أنت شغال عليه. فهي دي كانت حل مشكلة الرسالة اللي بتظهر الخاصة بالVTX والVTD لو أنت بتشغل أي بيئة عمل افتراضية على الجهاز بتاعك أو على نظام التشغيل بتاعك، ومنهم وأشهرهم VMware أو اللي هو فيرتشوال ماشين ورك ستيشن. أتمنى تكون استفدت إن شاء الله. ما تنسانيش من خلص الدعوات، ولو عندك أي أسئلة واستفسارات سيبها لي في التعليقات تحت الفيديو ده بإذن الله. وطبعا مش هأكد عليك لو لسه جديد معايا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب الاشتراك في القناه ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ينزل في القناه اول باول باذن الله. هتلاقي كمان رابط الموضوع الخاص بالفيديو ده مكتوب على موقعنا الالكتروني للناس اللي بتحب القراءه، وهتلاقيني سايب لك الرابط موجود في الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو ان شاء الله. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال وجواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها اول باول باذن الله. تحياتي لحضراتكم، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.